بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في الحقيقة العرض المغري من نادي الاتحاد السعودي لنجمنا الكبير محمد صلاح فخر مصر وفخر العرب، الحقيقة عرض لا يقاوم. 230 مليون يورو سنويا راتب الكابتن والنجم الكبير محمد صلاح. الحقيقة هل سيضعف نادي ليفربول أمام هذا العرض القوي؟ وهل سيضعف كلوب ومحمد صلاح امام هذا العرض القوي من نادي الاتحاد السعودي؟ الحقيقه انتقال محمد صلاح للنادي الاتحاد السعودي الحقيقه فعلا هيكون مكسب كبير جدا للكره السعوديه، بعكس نيمار او كريستيانو او بنزيما، ولكن الحقيقه فعلا محمد صلاح مكسب كبير جدا للدوري السعودي، وخصوصا ان هيتابعوا جميع عشاق ومحب كرة القدم على مستوى الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وحوالي عن 100 مليون مصري. الحقيقة سوف يصبح الدوري السعودي أكبر نسبة مشاهدة يمكن بعد الدوري الإنجليزي. الحقيقة فعلا يمكن جميع الدول العربية من محب كرة القدم سوف يشاهدون الدوري السعودي، وهذا يدل على إصرار نادي الاتحاد السعودي على التعاقد مع نجمنا الكبير محمد صلاح. الحقيقه فعلا من مصلحه الكره المصريه ان يظل محمد صلاح في ليفربول في الدوري الانجليزي، لان الدوري الانجليزي من اقوى الدوريات على مستوى العالم، وان هو يقدر يكمل مع نادي ليفربول اكثر من سيزون قادم. ليه؟ لان ده بيعود بالنفع على الكره المصريه من اجل الارتقاء بمستوى الكره المصريه. وزي ما قلت لحضراتكم في لقاءات قبل كده، ليه ما يكونش عندنا اكتر من 20-30 محمد صلاح في الدوريات الاوروبيه؟ لان هذا بيعود بالنفع على الكره المصريه وبيرفع من مستوى الكره المصريه. تمنياتي ان محمد صلاح يظل في ليفربول، وان شاء الله ممكن يحصل على احسن لاعب على مستوى العالم ويلعب دوري ابطال، ولكن لو جه الدوري السعودي هيكون مكسب كبير جدا للدوري السعودي، وهيصبح الدوري السعودي اكبر نسبه مشاهده يمكن بعد الدوري الانجليزي، وخصوصا زي ما قلت لحضراتكم ان جميع الدول العربيه سوف تشاهد الدوري السعودي. تمنياتي بالتوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح في ليفربول والبقاء في ليفربول على الرغم من الاجراءات الماديه جدا. زي ما قلت لحضراتكم 230 مليون يورو في الموسم الواحد راتبه الشهري، الحقيقه فعلا مبلغ لا يقاوم، ويمكن ليفربول يضعف او محمد صلاح او كلوب المدير الفني لليفربول يضعف امام هذا العرض القوي جدا. تمنياتي بالتوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح سواء في ليفربول او في حاله انتقاله الى نادي الاتحاد السعودي. تمنياتي بالتوفيق للكره المصريه. اعزائي المشاهدين، سعدت بصحبتكم، والى ان نلتقي في لقاءات اخرى اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.